هاي، ازيكم؟ النهارده هعمل لكم مراجعه فيلم ذا كيلر على نتفليكس. فيلم ذا كيلر من التوب 10 دلوقتي في مصر على نتفليكس، وهو من نوع الاكشن والسسبنس. الفيلم قصته بتحكي عن قاتل مأجور او قاتل محترف، بيحكي عن نفسيه القاتل وقت ما بينفذ مهمته، لان دي تعتبر وظيفه بياخد عليها اجر. ده من وجهه نظره. اول ضحيه ليه في الفيلم ما بيعرفش يقتلها، فبيحصل مشاكل ما بينه وما بين الناس اللي مأجرينه ويقتل الشخصيه دي، وكمان بيتعرضوا لاسرته. هيحصل ايه ما بينهم؟ ده اللي هتعرفوه لما تشوفوا الفيلم. بطل فيلم ذا كيلر هو الممثل مايكل فاسبندر، واللي عمل افلام كتير جدا زي فيلم اكس مان في 2011، وكمان عمل فيلم اسمه ستيف جوبز عن قصه حياه مؤسس شركه ابل ستيف جوبز في 2015، وترشح عن الدور ده لجائزه الاوسكار احسن ممثل. الفيلم كمان كان فيه الممثله الانجليزيه تيلدا سوينتون، واللي ظهرت في الفيلم لمده 6 دقائق بس، واللي معروف عنها ان هي صاحبه اكتر الادوار غرابه في التاريخ. وكمان صنفتها جريده نيويورك تايمز ان هي واحده من اعظم الممثلين في القرن ال21. من اهم اعمالها فيلم اسمه وي نيد تو توك اباوت كيفن، وفيلم كمان اسمه ذا سوفينير، واخدت الاوسكار احسن ممثله مساعده في فيلم اسمه مايكل كليتون سنه 2008. تقييم الفيلم من موقع روتن توميتوز الامريكي، واللي ادى تقييم للفيلم 86% للنقاد، وده يعتبر ريت عالي. اما تقييم الجمهور كان 61%، وده يعتبر ريت متوسط. اما موقع اي ام دي بي ادى الفيلم تقييم 6.9، وده يعتبر ريت عالي. كمان اشاد بالاداء الرائع للممثلين. فيلم ذا كيلر على نتفليكس فيلم اكشن وسسبنس اكتر من رائع، واي حد يقدر يشوفه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.